تخيل معايا ان اليومين اللي جايين دول اسرائيل اتجننت وقامت قصفت السعوديه بعد ما هي كانت لسه قاصفه قطر، فتنعقد على طول بعديها قمه اسلاميه عربيه طارئه، بس المره دي مش للشجب والادانه والتنديد زي ما بنشوف كل مره. المره دي القاده العرب قعدوا واتفقوا ان هم لو سكتوا المره ديت اسرائيل هتكمل في بطشها وهتقصف باقي الدول زي مثلا الامارات، الاردن او تركيا. فالاول مره نشوف ان الكل بقى متفق على تكوين حلف دفاعي او عسكري مشترك يضم كل الجيوش الاسلاميه تحت رايه واحده، واي اعتداء على دوله من دول الاعضاء يعتبر عمل عدائي ضد الحلف كله، وهيتم الرد عليه من الجيش العربي الموحد. الحلف ده هنقول ان هو بيضم اقوى 10 دول اسلاميه زي مصر، السعوديه، تركيا، باكستان، ايران، اندونيسيا، المغرب، الجزائر، الامارات، الاردن. تخيلوا معايا كده حلف عسكري اسلامي بيضم دوله نوويه، وبقيه الاعضاء الدول اللي فيه بتسيطر على اكتر من 25% من احتياط النفط في العالم كله، ويمتلك قوات وقدرات عسكريه تتفوق عن الدب الروسي. حد يقول لي ياه الدب الروسي حته واحده اللي امريكا بتترعب منه؟ يا صاحبي امال ايه؟ احنا والله لو اتحدنا بس يا جماعه نقدر نقف قدام التخين على الكوكب. يعني ده بيقول لك حتى في الاتحاد